يا نادي الدولة يا بتوع المجاملات والمؤجلات، وفي الاخر تقول لي اصل الاهلي مشرف الكرة المصرية. ما طبيعي يا ابني يشرف الكرة المصرية، ما هو متدلع ومتهنن وبتأجل له ماتشات ويكسب البطولة وهو مستريح وحاطط رجل على رجل. اكذوبة ووهم عايش فيه جمهور النادي الاهلي ان الاهلي بيكسب بمجهوده. بس الكابتن جمال علام الله يستره طلع فضح الحياة كلها ودشمل الدنيا وقال لك ان اتحاد الكرة كان بيساند ويساعد الاهلي عشان يكسب دوري ابطال افريقيا وياما اجل له ماتشات. هل الكلام ده صح؟ هل اتحاد الكرة فعلا كان بيساند الاهلي؟ هل اتحاد الكرة فعلا كان بيجامل النادي الاهلي؟ في ناس بقى من غير ما تدور ولا تكلف نفسها تقول لك بس الراجل اهو طلع الحقيقه والشاهد شاهد من اهلها. جمال علام بيساند الاهلي وبيأجل له ماتشات عشان يكسب دوري ابطال افريقيا. تعالى بقى اقول لك الحقيقه فين. الكابتن مارسيل كولر بعد ماتش المقاولين طلع وقال ان تلاحم الموسم هيضر مصلحه النادي الاهلي، وان بالنسبه له بالمنظر ده هيكون في اصابات بين اللعيبه على شهر 11 و12 بالكتير، وان تلاحم الموسم بالمنظر ده شيء من المستحيل، لازم وحتما نلغي بطوله كاس مصر.